كل عام وأنتم بألف خير مشاهدي الفضائية الإريترية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. رئيس غينيا ألفا كوندي يصل أسمرا. انتخاب نيافة الأنبا غيرلوس راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. إيران تقول أنها حذرت قطعا بحرية أمريكية في مضيق هرمز. طالبان تسيطر على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية كابول. جزيرة نوارا تعلن خلوها الكامل من كورونا بعد حملة تلقيح. أهلا بكم. وصل عصر اليوم رئيس غينيا ألفا كوندي أسمرا في زيارة عمل تستغرق يومان تلبية للدعوة التي قدمها له فخامة الرئيس سياس أفورقي. واستقبله فخامة الرئيس سياس أفورقي في مطار أسمرا الدولي بمراسيم الشرف. وكان في مراسيم الاستقبال معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السيد يماني قبراب. وبحث فخامة الرئيس سياس أفورقي وألفا كوندي في قاعة هاجر مساء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الإفريقية. وحول العلاقات الثنائية اتفق الرئيسان سياس أفورقي وألفا كوندي للتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية وخاصة في قطاع التعليم والصحة. وتوصل الرئيسان إلى تفاهم للعمل المشترك من أجل رفع ونهضة أفريقيا التي تمتلك موارد وفرص كبيرة رغم المصاعب والتحديات التي تواجهها. وتجول الرئيس سياس أفورقي والرئيس الغيني ألفا كوندي في شوارع أسمرا الرئيسية مشيا على الأقدام. وسيقوم الرئيس ألفا كوندي خلال زيارته لإريتريا بجولة تفقدية إلى المواقع التنموية في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ألفا كوندي كان قد زار مدينة مصوع في فبراير عام 2019 وبحث مع الرئيس فخامة الرئيس سياس أفورقي حول تمتين العلاقات الثنائية. انتخب نيافة الأنبا غيرليوس البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في انتخابات جرت في مكتب البطاريكا بموجب قرار المجمع المقدس والقوانين المعهودة للكنيسة. شارك في عملية الانتخاب ممثلو الأديرة في إريتريا وقادة العمل وممثلي الأقسام الإدارية في مكتب البطاريكا والأقسام الروحية للمجمع المقدس وكذلك ممثلي الكليات الروحية في دبرسينا وقدستي سلاسة وفنة برهان بالإضافة إلى الجهات الدعوية في الخارج عبر الفيديو الافتراضي. وكان نيافة الأنبا غيرليوس يخدم راعيا للكنيسة الأرثوذكسية في عد قيح للإقليم الجنوبي. وسيتم تنظيم البطريرك الخامس نيافة الأنبا غيرليوس في 13 من يونيو المقبل. احتفلت البلاد اليوم بعيد الفطر المبارك عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. ونتيجة للإجراءات الوقائية من مرض كورونا فإن صلاة العيد التي كانت تصلى من قبل في الساحات العامة وفي ساحة الفاتح من سبتمبر بأسمرا جرت هذه السنة في الجوامع. وهنأ القائم بأعمال مفتي إريتريا الشيخ سالم إبراهيم المختار في خطابه الشعب الإريتري عامة والمسلمين وقوات الدفاع خاصة بحلول عيد الفطر المبارك. ودعا لأخذ الحيطة والحذر باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وأوضح سماحته أن يوم العيد هو يوم الصلة والإحسان وعيد لمن رحم غيره بالإحسان إلى الفقراء والأيتام. وخير المسرات هي التي تعم الجميع بإدخال السرور في قلب الآخرين.
وقدم التهنئة أيضا بمناسبة ذكرى 30 للاستقلال البلاد، قائلا أنها تذكرنا ب30 عاما من النضال. أعلن مكتب المراجع العام بأنه لعب دورا كبيرا خلال السنوات الماضية كهيئة حكومية رئيسية لتعزيز النظام الإداري المرتكز على المساءلة. وأوضح المراجع العام السيد قريس جيهر قبل متن لوكالة الأنباء الإرترية إيرانا أن مكتبهم ينشط في مراجعة حسابات المؤسسات الحكومية ورقابة مستويات وإجراءات المراجعة وتقديم النصح المتعلق بالقوانين المالية الصادرة وحفظ المستندات في حالة تم التلاعب المالي وارتكاب الجرائم ورفع معرفة المراجعين أصحاب الكفاءة العالية. وأثبت أن المكتب رغم أنه في بداياته كفاءته ووصف بالمكتب الأمين مقارنة بنظرائه في المنطقة، وحصل على جوائز عالمية بما حققوه من كفاءة مهنية. وأشار إلى أن السيطرة على أعمال هدر الأموال العامة النادرة في المؤسسات الحكومية بسبب الإهمال هي من مسؤولية مكتب المراجعة العامة، واتخاذ إجراءات الرقابة والمحاسبة اللازمة على المؤسسات التي ترتكب هذه النواقص، وأن تلك الظواهر اختفت في الوقت الحالي نتيجة للعمل المنسق بين المؤسسات والمراجعين. وذكر السيد قريس جيهر بأن بعض المؤسسات كانت تتستر على الأعمال التي تحتاج إلى مراجعة، لكن الجهود والتوعيات الجارية هذه الأيام أدت إلى بلوغ مستوى أفضل، وأكثر من ذلك تطلب بعض المؤسسات مراجعة أعمالها المالية. وأوضح بأن المكتب المراجع العام المكون من 139 عضوا يسعى جاهدا لإجراء المراجعات لكافة المؤسسات الحكومية سنويا، وتنظيم دورات تأهيلية لأعضاء المكتب في الداخل والخارج والمراجعين المحليين لمواكبة التطور الذي يشهده المجال. في الختام قال المراجع العام السيد قريس جيهر قبل مدهن أن قلة القدرات البشرية من حيث الكم والنوع وكذلك ضعف الزبائن في الإدارة المالية من أهم التحديات التي تواجه المكتب، وبلورت برامجها المستقبلية المتمثلة في تنفيذ خطة استراتيجية وتحسين الهيكل المؤسسي وتنظيم دورات تأهيلية للأعضاء وتمتين العلاقة مع الزبائن والشركاء. خرج مركز أغردات للتأهيل المهني 150 شابا بينهم 99 شابا تم تأهيلهم لفترة 6 أشهر بمختلف المجالات المهنية، وقد اشتملت المهنة التي حصلوا عليها على علم البناء والري والمجاري وصيانة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمحاسبة ومبادئ الكمبيوتر وكذلك تصوير الجرافيك والفيديو. وأوضح مدير المركز الأستاذ عثمان عبد أن الدارسين هم الطلاب الذين ابتعدوا عن مقاعد التعليم بمختلف الأسباب، وكان الهدف من التأهيل المهني خلق بيئة صلبة تساعدهم في إدارة حياتهم المعيشية بالاعتماد على الذات. وذكر كل من المدير التنفيذي لمديرية أغردات السيد كبرابتس فاسين ومسؤول مكتب وزارة التعليم في المديرية الأستاذ ماكل الأزار الدارسون لتطوير أنفسهم وأن يكونوا مثلا احتذى بهم للآخرين مستفيدين من المعرفة المهنية المكتسبة. يذكر بأن مركز أغردات للتأهيل المهني خرج حتى الآن في 4 دفعات 588 شابا بمختلف المجالات المهنية، ويقوم تسليحهم بأدوات تساهم في بدء العمل ويجهزونهم إلى الحياة العملية. يقوم سكان 6 غرف ضاحية عد فكاي في مديرية حقات إقليم عنسبة بأنشطة نفير كجزء من تحضيراتهم الجارية لموسم الأمطار في الأراضي الزراعية ومساقط المياه. وأوضح مدير الضاحية سيد إدريس علي أنهم ينشطون لبناء المدرجات والحواجز المائية في مزارعهم مدركين أهمية حماية التربة والمياه لأراضيهم الزراعية. وتشهد المنطقة أنشطة النفير الجارية في 4 أيام في الأسبوع بمشاركة 400 شخص يوميا، وقد تم تدريج 350 هكتارا. وطالب السكان في الآراء التي يدلوا بها بزيادة أدوات النفير وتجهيز الجرارات الزراعية في أوانها. هذا ويقطن إدارة عد فاكايا المكونة من 6 مناطق 2341. التطورات على الصعيد العالمي بعد فاصل قصير.
أكد الحارس الثوري الإيراني أنه حذر قطعا بحرية أمريكية بعد تصرف غير مسؤول من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان نشره موقعه الإلكتروني أن القطاع الأمريكية نفذت خطوات عدة مثل تحريق المروحيات وإطلاق البالونات الحرارية وإطلاق نار بلا هدف غير ضروري ومستفز. وأشار بيان الحرس إلى أن قطاعه البحرية مع الإبقاء على المسافة القانونية في إطار المعايير والقواعد البحرية حذرتها من هذا التصرف المتهور وغير المسؤول قبل أن تقوم بمتابعة طريقها من خلال تصحيح تصرفها. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن البحرية الأمريكية أطلقت نيران تحذيرية حيال زوارق إيرانية سريعة بعد اقترابها من غواصات أمريكية في المضيق الاستراتيجي. وأوضح أن 13 زورقا هجوميا للحرس الثوري اقتربت لمسافة تقل عن 140 مترا من 7 سفن أمريكية، ما دفع إحداها إلى إطلاق 30 عيارا تحذيريا على دفعتين. ووفق البحرية الأمريكية هذا هو الحادث الثاني من هذا النوع في منطقة الخليج خلال أسبوعين. أعلن مسؤولون أفغان أن حركة طالبان سيطرت على منطقة نيراخ في ولاية واردك التي تبعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة كابول، فيما وافق طالبان والحكومة الأفغانية على التزام وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر. وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان إن قوات الأمن والدفاع نفذت انسحابا تكتيكيا من مقر الشرطة في منطقة نيراخ في ولاية واردك. من جانبه قال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان أن المسلحين استولوا على المنطقة. وقالت وزارة الدفاع لاحقا أنها ستشن هجوما من أجل استعادة السيطرة على المنطقة. ويسيطر مقاتلو طالبان منذ سنوات طويلة على مساحات شاسعة من ولايتي لوغور وورداك المجاورة التي شكلت نقطة انطلاق استراتيجية للمسلحين الذين يسعون لدخول كابول. أعلنت نوارو جزيرة صغيرة الواقعة في المحيط الهادئ أنها سجلت رقما قياسيا عالميا في التلقيح ضد كوفيد-19 بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى. وقالت هذه الدولة الصغيرة وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا أن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات. وخلال شهر تلقت 7392 شخصا الجرعة الأولى، وما يعادل حوالي 108% من السكان البالغين، بما أن العدد يشمل الأجانب. وقرر رئيس فرقة العمل كيريان كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كوفيد-19. وتلقت نارو جرعات من لقاح استرازيكيا عبر آلية كوفاكس الدولية لتأمين توزيع عادل للقاحات للدول الفقيرة. قضت محكمة في باريس أنه يتعين محاكمة شركتي إير فرانس وإيرباص بتهمة القتل غير العمد في حادث تحطم طائرة من ريو دي جانيرو متجهة إلى باريس عام 2009، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 228 شخصا. وسقطت الرحلة في المحيط الأطلسي خلال عاصفة في الأول من يونيو لعام 2009، وهو الحادث الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية. وبهذا القرار اتبعت المحكمة توصية المدعي العام، وألقت قرارا سابقا للمحكمة بإسقاط القضية ضد شركة الطيران الفرنسية الرائدة وصانع الطائرات الأكبر في أوروبا. واستغرق الأمر عامين للعثور على حطام طائرة إيرباص A330 والتي تم تحديد موقعها في النهاية بواسطة غواصات تعمل بالتحكم عن بعد. وقرر المحققون أن الحادث نتاج عن أخطاء الطيار الذين أصيبوا بالارتباك بسبب خلل في معدات مراقبة السرعة. ومنذ وقوع الكارثة تم تكثيف التدريبات التجريبية
على التعامل مع ظروف غير المتوقعة في فرنسا والعديد من البلدان الأخرى. انتهت نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، ومجددا كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.